من أحلى وأخف الأكلات وأسرع كمان الأكلات اللي نعملها في الحر ده، بجد من الأكلات اللذيذة الحلوة أوي، تتبيلتها بسيطة أوي وجميلة ومميزة. جربي التتبيلة دي وبجد هتدعي لي، هتعتمديها في حاجات كتيرة لأنها مميزة جدًا جدًا. تعالي كده نشوف التتبيلة على طول. أنا النهارده عملت الشيش طاووق بتتبيلة مميزة أوي. معايا بصلاية كبيرة، طماطماية كبيرة، طبعًا على حسب كمية الفراخ اللي انتي مستخدماها. انا معايا كيلو من الوراك المخلية، است- يبقى معايا بصلاية كبيرة، طماطماية كبيرة او طماطميتين صغيرين مش مشكلة. معايا كمان كام فص توم وقرنين فلفل. شكلي بقى تشكيلة الفلفل اللي عندك، عايزاها بارد حامي، انا حطيت الاتنين. معايا كمان معلقة عسل نحل، ودي فعلا مميزة جدا وبتخلي التتبيلة خطيرة قوي وبتخلي الفراخ طالعة معانا طعمها حلو قوي قوي ولونها كمان. طيب معايا إيه كمان؟ ليمونة بقشرها، حُطّي الليمونة بقشرها بتدّي يعني الميكس ده حلو جدًا، جدًا. معايا كمان ربع معلقة كاري على كركم، ومعايا نُص معلقة بابريكا. بازوّد البابريكا شوية لإنها بتساعد معايا في اللون، وبتساعد وبتساعد كمان في الطعم. حطيت كمان شوية فلفل اسمر. حطي بقى التوابل اللي انت حباها. يعني انا حطيت الميكس ده حلو قوي قوي. جربي الليمون والثوم والعسل مع البصل فلفل، يعني دي احلى تتبيلة هتعمليها للشيش طاووق، بجد خطيرة قوي قوي. تقدري كمان تستخدميها للفراخ المشوية، خلطة جبارة. جربيها كده واعمليها. هاتي كده الفراخ الوراك المخلية، قطعتها صغير، يعني يعني مش صغير قوي، وسط. وبعد كده نزلت بنص التتبيله اللي انا فرمتها في الكبه زي ما انتوا شفتوا معايا. معايا كمان بقى بصلتين كبار وطماطميتين كبار، وكام قرن فلفل كده قطعتهم تقطيعه عاديه خالص، ولا صغيره ولا كبيره، تمام زي تقطيعه الفراخ. وخدت بقيه كميه التتبيله الجميله قوي، وتبلت الخضار برضو. لما تيجي تعملي شيش طاووق، الشيش طاووق ده سريع قوي، مش هنحطه على العصاية ولا اي حاجة، احنا هنحطه بسرعة جدا جدا في الصينية. من اخف واحلى الاكلات اللي نقدر نعملها في الحر ده. بصراحة جميل جدا وسريع، ولا مواعين بقى كتير، ولا تقفي في المطبخ كتير، انت بتعملي الميكس الجامد ده. تبلي الخضار بجد هيديكي اضافة حلوة قوي. طعمه خطير، مش هتحسي بفرق ما بينه وما بين الفراخ. بيبقى مشوي وهو متبل، طعمه حلو قوي. طيب تبلنا بقى كل الحاجات دي. لو مستعجلة اعمليها على طول وهيكون طعمها حلو برضو. لو عندك وقت هتزيد حلاوة وهتزيد طعم، سيبيها حتى لو على الأقل نص ساعة. حطي بقى كده شكلي الصينية شوية كده شوية كده، عايزة تقلبي كله على بعضه وتحطيه. حطي كده في الصينية وافرديه، ودخليه الفرن على درجة حرارة عالية. شغلي البوتاجاز يعني على أعلى درجة عندك من فوق ومن تحت. وحطي كده الصينية وهتستوي معانا بسرعة. مش هنكمل حاجة بجد، يعني من الأكلات الخفيفة قوي السريعة اللي مفيش فيها دهون. تنفع جدا جدا لو عاملة دايت، لو بتحاولي تحافظي على وزنك. من الأكلات الحلوة الخفيفة، أحسن حاجة تقدري تعتمديها الفترة دي في الحر ده. الحاجات المشوية، الحاجات اللي هي يعني بعيدوا عن الحاجات المقلية شوية شويتين يعني بصراحة. ادعموا صحتكم. تشكيلة الخضار مع الفراخ بجد أكلة خفيفة قوي وأكلة صحية، يعني بجد استحالة هتبوظلك النظام بتاعك. خدي الكمية المناسبة ليكي. مع طبق سلطة بقى كده، وظبطي نفسك ودلعي نفسك، مش عشان خاطر عاملة دايت يبقى كل حاجة مسلوق أو يعني الأكل المسلوق في الحر ده بصراحة بيزهق شوية. فاحنا بنحاول نغير ونشكل عشان خاطر ما نزهقش، ونكمل في النظام بتاعنا مكملين معاكم. جربوا الفراخ الشيش طاووق بالطريقة والتتبيلة دي. حطي الميكس ده ومش هتندمي، انا واثقة ان التتبيلة دي اي حد هيجربها هيعتمدها. اعملي جنبها بقى كده طحينة، سلطة زبادي، اي حاجة ترطب في الحر ده. الموضوع سريع، الاكلة سريعة قوي. جربي الميكس، التوم مع البصل طماطم مع العسل وكمان الليمونة، بتكون اضافة حلوة قوي للتتبيلة، بتدينا طعم حلو. وبصراحة اعجبتني قوي. انا على طول بعمل التتبيلة دي كمان بساعات كده، لما بكون فاضية قوي باجي بعملها للبانيه، بتكون حلوة برضو. جربوها. ابعدوا عن الزيوت شوية، حاولوا تقللوا الزيوت واستبدلوا بحاجات صحية وجميلة في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين معايا.
اعملوا بقى ساندوتش كده، هاتي العيش الأسمر، أو اعملي ساندوتش كده لو أنتِ مش عاملة رز ولا مكرونة جنبها، حاولي على قد ما تقدري تعملي حاجات خفيفة وصحية وتكون طعمها حلو. كمان من أهم الحاجات اللي بتخلّينا نقدر نكمّل، إنه يكون الأكل حلو وطعمه حلو عشان ما تحسّيش إن إحنا